على عكس روسيا، استفادت بلغاريا من التغيرات السياسية اللي حصلت في البلد، ووصلت لإنجاز منتخب بلغاريا مقدرش يحققه بعد كده. اللاعب البلغاري ديميتار بينيف مدافع منتخب بلغاريا كان لحد بداية التسعينات هو أكتر من مثل منتخب بلغاريا في كأس العالم، بعد ما لعب في 3 كأس عالم 66 و70 و74. اعتزل سنة 77 وبدأ يدرب، فأخد دوري بلغاريا 3 مرات و3 كاس كمان مع فريق سيسكا صوفيا، وده اللي أهله سنة 91 إنه يمسك المنتخب في بلغاريا. بينيف مسك المنتخب في يوليو سنة 91، ووقتها كان الفريق بيلعب تصفيات يورو 92، وخروجه من التصفيات كان شبه مؤكد، ودي كانت تالت بطولة كبيرة الفريق يفشل في الوصول ليها، ومع كل خروج يغيروا المدرب، فغيروه المرة دي وجابوا بينيف. تعيين بينيف تزامن مع بداية هجرة اللعيبة البلغار للعب خارج بلغاريا. بلغاريا كجمهورية كان مسيطر عليها نظام اشتراكي لحد سنة 89، كان غير مسموح فيها للعيبة تحت 28 سنة باللعب خارج بلغاريا، ويمكن ده أثر سلبيا على مستوى الكورة ببلغاريا. يعني لحد سنة 89 منتخب بلغاريا ملعبش أبدا في بطولة أوروبا، والخمس مرات اللي تأهلوا فيها لكأس العالم محققوش أي فوز. فتعيين بينيف تزامن مع بداية سفر اللعيبة للعب خارج بلغاريا بأجور أكتر، وبالتالي حافز أكبر لزيادة المستوى. بينيف كان مشهور انه من المدربين اللي بيكتشفوا المواهب ويطوروها. فرقة سيسكا صوفيا اللي كان بيدربها بينيف كان فيها خريستوس شكوف 24 سنة، وإيميل كوستادينوف 23 سنة، وتريفون إيفانوف 25 سنة، وكل دول هيبقوا نجوم المنتخب مع بينيف، فاختياره كان على أساس انه هيعمل جيل جديد لمنتخب بلغاريا. خريستوس شكوف كان واحد من المستفيدين بقرار فتح باب اللعب برا بلغاريا. سنة 90 سجل 38 جول في 30 ماتش مع سيسكا صوفيا، فطلع على برشلونة على طول، وهناك كسب الدوري أول موسم 90-91 وسجل 14 هدف، برغم انه اخد ايقاف شهرين في نص الموسم بعد احتكاكه مع الحكم. طبعا المنتخب هيستفاد بعد كده من المردود ده. تعيين بينيف بدري قبل تصفيات كأس العالم اداله حوالي 10 شهور يستعد ويلعب ماتشات ودية قبل التصفيات، واللي بدأها بمكسب قوي ضد فرنسا، لكن مع الوقت بدأ يفقد بعض النقط السهلة، وزي ما قلنا في حلقة فرنسا ان خسارة فرنسا الغير متوقعة من منتخب اسرائيل خلت ماتش فرنسا الاخير في باريس ماتش فاصل. الفريق البلغاري بيلم كل محترفيه عشان يروح فرنسا بكل لعيبته الاساسية، لكن ايميل كوستادينوف الجناح اليمين ولاعب فريق بورتو البرتغالي مش عارف يطلع تأشيرة الدخول لفرنسا. زميله جورجي جورجيف اللي كان زميله في فرقة سيسكا صوفيا واللي كان بيلعب وقتها في فرقة مول هاوس في فرنسا اخده في عربيته، وبخبرته عرف يعديه من بوابة التفتيش فيها ما كانش صارم قوي، وعدى كوستادينوف وكسب بلغاريا المباراة بهدفين كوستادينوف، وتأهلت بلغاريا للمونديال بهدفين صاحبهم تواجده في البلاد اصلا ما كانش قانوني. Kostadinov bliže na skoro se vidi Bistra i gol! Eto, Господе българин! Не зная какво ще става тази вечер в Париж, уважаеми зрители. Невероятно 50 000 души са като попарени. Българите се прегръщат, редовното време изтече. Емил Костадинов с великолепен удар простреля Бернар Лама. Всички тези думи, които казахме до тук с шанса, с спортното щастие се сбъднаха. Иска ми се сега само едно, Лесли Мотрам. Иска ми се веднага да свири и последния съдийски сигнал, защото вече една минута се играе повече от тези 90. Не зная вие как се чувствате в България, но аз просто трябва да спра, защото иначе سرسته نايستنا ماشي ده يسترجي مفتوشي بليك ميك. واحد من النجوم اللي تألقوا مع بلغاريا في التصفيات كان يوردان ليتشكوف الأصلع ابن مدينة سيلفان في بلغاريا، المدينة اللي بتبعد حوالي 150 كيلومتر عن تشيرنوبل اللي انفجر فيها المفاعل النووي سنة 86.
واللي هو بيقول ان في شباب كتير في المدينة دي فقدوا شعرهم بعد الانفجار، ويمكن ده يكون سبب كونه اصلع في سن صغير. الاتحاد البلغاري كان واعد لاعبي الفريق قبل التأهل بمبلغ $100,000 لو كسبوا فرنسا. طبعا لما المكسب اتحقق بدأت المشاكل، لان الاتحاد ماطل في دفع المكافآت قبل المونديال، وقالوا انهم هيحلوا الموضوع ده بعد كده. بلغاريا بعد التأهل لعبت 4 مباريات ودية بس اتعادل فيهم كلهم، وخرج من القائمة دي المهاجم لوبوسلاف بينيف اللي هو ابن اخو المدرب ديميتار بينيف، واحد من المهاجمين المدرب بينيف طورهم مع سيسكا صوفيا، وكان من اول الناس اللي سابوا سيسكا وراح فريق فالنسيا في اسبانيا. بينيف للاسف جاله سرطان قبل المونديال وهو خف بعدها بس غاب عن مونديال 94. بلغاريا في المونديال وقعت في مجموعة واحدة مع الارجنتين ونيجيريا واليونان، والبداية هتكون مع نيجيريا في مدينة دالاس، ونيجيريا قدرت تكسب 3-0. بينيف كان شايف ان لاعيبته اللي بيعتمد عليهم ما قدوش كويس، وبالتالي الفريق خسر ويبدو ان فقد الامل. حتى اللعيبة اللي كان طالب منهم ان زوجاتهم اللي جاية معاهم امريكا ما تسكنش معاهم سمح لهم يرجعوا، وبعد كده سهر اللعيبة دي سهرة كبيرة ما تتعملش في وسط مونديال. ستويشكوف ماتش نيجيريا كان سجل في الدقيقة 37 ضربة حرة حلوة قوي من حوالي 30 ياردة، بس الحكم ألغى الهدف عشان الكورة كانت ضربة حرة غير مباشرة. بعدها ب5 دقايق نيجيريا سجلت الهدف التاني، وده أنهى المباراة بالنسبة لستويشكوف اللي شعر بإحباط كبير بعد إلغاء هدفه. رغم انتقاد المدرب اللي لعبته في المباراة الأولى إلا إنه نزل بنفس التشكيل، زود بس مهاجم عشان كان محتاج يكسب، وكسب اليونان فعلا 4-0، وده كان أول مكسب لبلغاريا في تاريخ كأس العالم. المكسب ده كمان كان حساس جدا لأن بلغاريا واليونان جيران وبينهم حدود مشتركة وفي منافسة إقليمية معاهم. آخر مباراة الدور الأول قدرت بلغاريا تكسب الأرجنتين 2-0 وتتأهل الدور التاني كتاني للمجموعة عشان تلعب المكسيك في دور 16 بس بدون 3 من مدافعيها الأساسيين اللي أخدوا كروت ضد الأرجنتين. اتعادلت بلغاريا مع المكسيك 1-1 في مباراة خشنة 8 انذارات و2 طرد، فراح الفريقين لقرارات الترجيح اللي ابتسمت لبلغاريا اللي بتوصل لدور ال8 بعد ما صد الحارس بوريس ميخايلوف كورتين من المكسيك، وليتشكوف شاط الكرة الأخيرة في ضربات الترجيح وكسبت بلغاريا بركلات الترجيح. بلغاريا بعد كده بتلاعب ألمانيا، ورغم تقدم ألمانيا من ضربة جزاء إلا إن ستويشكوف بيتعادل من ضربة حرة، وبعدها بالاكوف بيرفع كرة ينقض عليها ليتشكوف اللي عمل ضربة الجزاء ويسجلها فيكسب فريقه تاني. ممكن ده يكون أكبر وأهم مكسب في تاريخ منتخب بلغاريا. بينيف بعد المباراة قال كده: بلغاريا خسرت من إيطاليا 1-2 ومن السويد في مباراة الثالث والرابع، واكتفوا بما حققوه، الفوز على الأرجنتين وألمانيا واحتلال خريستوف ستويشكوف صدارة هداف البطولة ب6 أهداف. ولا زالت بلغاريا حتى الآن تبحث عن جيل ذهبي يوصل بيهم كأس العالم تاني ويحقق انتصارات زي فريق 94.